قبل ما أبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل ملخصاتنا الجديدة. ومن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. قصتنا بتبدأ مع واحد معلق ست من إيديها وبيعذبها بالكهرباء عشان تعترف على مكان الناس اللي معاها، فبتفضل تصرخ وساعتها واحد من المتعلقين من إيديهم وراسه متغطية بكيس قماش بيقول له مالكش دعوة بيها، هي ما تعرفش حاجة. وهنا بيسيب الخاطف الست اللي بيعذبها وبيبتدي يعذب فريمان اللي دافع عن الست، وبيسأله على مكان باقي الوحدة بتاعته لكنه مش بيرضى يعترف على زمايله. وهنا بيزود الخاطف كمية الكهرباء اللي بيعذبه بيها فبيفقد الوعي. وقتها زميله بيحذره وبيقول له انه هيموت في ايديه، لكن الخاطف بيقول له انه عارف هو بيعمل ايه كويس، وان حتى لو الامريكي ده مات فهم عندهم اتنين غيره يقدروا يعرفوا منهم المعلومات اللي هم عايزينها. وبيطلب منه انه ما يتدخلش في شغله. وفي الوقت اللي الخاطف ورجالته مشغولين بالخناق مع بعض بيقدر فريمان انه يحرر نفسه وبيدخل في قتال مع الخاطف ورجالته وبيقدر انه يغلبهم. وبعدها بيحرر زمايله. وفي اللحظة دي بيفوق واحد من الإرهابيين وبيفعل القنبلة من اللي موجودين في المكان، وبيحاول فريمان إنه يبطل مفعول القنبلة لكنه مش بيقدر. وبيقول لرجالته لازم نخرج من هنا بسرعة. وأول ما بيخرجوا من المكان القنبلة بتنفجر. وبعدها مرة بتصحي فريمان أبوها من النوم فبيقول لها يبقى خبطي على باب الأوضة الأول، لكن بنته بتضحك وبتعرفه إنها عاوزة تروح معاه الشغل النهاردة وتكون معاه في أول دورية ليه. وهنا بتصحى الأم من النوم وبتقول لجوزها وهي بتضحك هتقدر تستحملها، فبيعرفها إنه هيحاول وإنها مش هتكون أصعب من أسره في الحرب على إيد الإرهابيين اللي قدر يتخلص منهم. ولما بتسأل الأم بنتها عن أخوها مرة بتعرفها إنه لسه في سريره بيلعب على التليفون وعامل نفسه ناسي إنهم هيروحوا مع أبوهم الشغل النهاردة. وبعد كده لما بيكون فريمان في الحمام قدامه المراية بنشوف آثار خروق وتعذيب على ظهره. وبعدها على الفطار بتحاول مارا إنها تعمل الحركات القتالية اللي أبوها علمها لها، فبيتريق أخوها راي عليها، فبيطلب منه أبوه إنه يعمل أخته بشكل أحسن. وبياخد منه التليفون وساعتها بيقول له راي إنه مش عاوز يروح معاه الشغل، لكن أبوه بيطلع تذكرتين لمباراة كرة السلة للاعب كرة السلة المفضل لراي، فبيغير رأيه وبيفهم أبوه إنه موافق يروح معاه الشغل في ملعب كرة السلة اللي هو بيشتغل فيه حارس أمن. وبعدها بياخد فريمان ولاده على الشغل، وهم في الطريق مارا بتفهم أبوها إنها عاوزة تشوفه وهو بيشتغل، لكن ابنه بيبقى عاوز يشوف اللاعب المفضل بتاعه وهو بيلعب. ولما بيوصلوا للشغل بيقابل فريمان زميله على البوابة فبيعرفوا فريمان بولاده. ولما بيدخلوا المكان بيلاقوه زحمة جدا، فبيسأل راي أبوه إذا كان الملعب دايما بيبقى زحمة كده، فبيعرفوا أبوه إن النهاردة يوم مميز بسبب افتتاح موسم فالكونز، واللي بسببه العمدة والمحافظ هيكونوا موجودين عشان يتفرجوا على المباراة مع صاحب الملعب الجديد. ولما بتعرف مارا إن صاحبة الملعب الجديد هي المليارديرة ديانا سمارت مثلها الأعلى بتبقى فرحانة جدا وبتقول لأبوها إنه في يوم من الأيام هتكون زيها. وبعد كده بتوصل ديانا مع خطيبها ميلي للملعب وبيكون في استقبالهم عدد كبير من الصحفيين، وفي نفس الوقت بيراقب مدير الأمن ديفلين عن طريق كاميرات المراقبة وصول ديانا وخطيبها للقاعة اللي بتوصل للملعب. ولما بيكتشف إن كاميرات المراقبة اللي في الملعب متعطلة بيتصل بتومسون عامل الصيانة وبيطلب منه يشوف حد يصلح العطل اللي في كاميرا الملعب، فبيبلغه تومسون إنه اتصل بفريق تكنولوجيا المعلومات عشان يصلحوا العطل اللي في الكاميرا وزمانهم على وصول دلوقتي. وبعدها بيقابل فريمان زميله في الشغل مهندس الصيانة جاس، ولما بيسألوا على الأطفال اللي معاه بيعرفوا إنهم ولاده. وبعدها بياخدهم فريمان لغرفة الأمن وهناك بيقابلوا مدير الأمن ديفلين. ولما بيسأل راي أبوه عن مسدسه بيعرفوا ديفلين إنه مش لازم يكون معاه مسدس عشان يكون حارس أمن، وإن أهم حاجة إنه يعرف يتصرف صح في المواقف اللي لازم يستخدم فيها العنف. وبيعرفهم ديفلين إن كل الحرس معاهم تابات علشان يتواصلوا بيها مع بعض في حالة الخطر، وبيفهمهم إن المول كله فيه أجهزة متطورة للكشف عن الأسلحة وإن مستحيل حد يقدر يدخل المول بسلاح من غير ما يتكشف. لكن راي بيصمم على موقفه إن حارس الأمن لازم يكون معاه سلاح، فبيتجاهلوا ديفلين وبيطلب من فريمان إنه يكون مع زمايله في دورية الحراسة. وبعدها بيسيبهم ويمشي، وهنا بيطلع فريمان هويتين للشخصيات المهمة وبيعلق واحدة منهم في رقبة راي والتانية في رقبة مارا، وبيطلب منهم إنهم ما يقلعوش الهويات دي طول ما هم في الملعب. وبعد كده بيوصل فريق التكنولوجيا اللي هيصلح الواي فاي في الملعب ومعاهم شنط المعدات بتاعتهم. ولما بيشوفهم حارس بوابة الجراج بيعرفوه بنفسهم، فبيقول لهم حارس الأمن إن عددهم كبير جدا مع إن مهمتهم بسيطة، فبيرد عليه رئيس الفريق إن مساحة الملعب 950 ألف قدم عشان كده عددهم كبير عشان ينجزوا مهمتهم بدقة وسرعة. ولما بيتصل حارس الأمن بالمسؤول على التاب وبيعرفوا إن فريق التكنولوجيا وصل بيطلب منه إن يسمح لهم بالدخول. أما في ملعب كرة السلة فبتكون المدرجات كلها مليانة بالمشجعين، وبيقدم المذيع المباراة وبيعمل لقاء تلفزيوني مع كابتن الفريق الجديد. أما فريمان
فبيقعد ولاده على كراسيهم في المدرجات، ولما بيحاول اتنين من المشجعين انهم يعملوا شغف في المدرجات بيقدر فريمان انه يسيطر عليهم وبيخرجهم بره المدرجات. اما المحافظ فبيسلم على ديانا وبيشكرها لانها قررت الاستثمار في المدينه بتاعته، ولما بيقولها الحارس الشخصي بتاعك شكله متدرب كويس بيتنرفز خطيبها عليه وبيعرفه انه خطيبها مش الحارس الشخصي بتاعها. وهنا العمده بتحاول انها تغير الموضوع وبتقول لديانا انهم مقدرين مجهودها في خدمه المدينه اللي اتولدت فيها. فبينتهز المحافظ الفرصه وبيقول لها انه مستني منها انها تدعمه في الانتخابات اللي قربت. فبيكون ردها عليه ان اهم حاجه عندها انه يخدم الناس بجد، وانها جايه علشان تتفرج على المباراه مش عشان تتكلم في حملته الانتخابيه. ولما المحافظ بيمد ايده بعدها لخطيبها ميلي عشان يسلم عليه بيتجاهله وبيسيبه يمشي مع ديانا. ولما بتدخل العصابه للمكان اللي المفروض انهم هيصلحوا منه عطل الواي فاي بيطلعوا اجزاء المسدسات بتاعتهم من ماده محطوطه جوه شنطهم، وبعدها بيجمعوا المسدسات وبيكونوا مسمين نفسهم باسامي حركيه زي الفا وجاما، وبيعرفهم القائد بتاعهم ان المسدسات اللي معاهم مسدسات بدائيه وما يقدروش يصوبوا بيها على هدف بعيد. وبعدها بيغيروا هدومهم وبيتنكروا في لبس ضباط امن، وبيعرفهم القائد انهم مش هيبداوا تنفيذ مهمتهم قبل الربع الرابع من مباراه كره السله. وقبل بدايه المباراه بيهاجم واحد من افراد العصابه واحد من رجاله الامن، ولما بيحاول زميله يدافع عنه بيخلص عليهم هما الاتنين. وبعدها واحد تاني من العصابة بيخلص على واحد من أفراد الأمن في المكان. وبعد كده بتوصل ديانا وخطيبها ميلي للجناح الخصوصي بتاعهم اللي هيشوفوا منه المباراة، وهناك بيفضل المحافظ والعمدة يكلموها عن البرنامج الانتخابي. وفي نفس الوقت بيوصل زعيم العصابة ومعاه بيتا وواحد تاني من رجالته لجناح ديانا، وبيضرب زعيم العصابة حارس الأمن اللي واقف على الباب وبيفقدوا الوعي، وبيستخدم بصماته علشان يفتح باب الجناح. ولما بيدخل يسلم على ميلي وبيعرفه انه من المعجبين بتوعه، ولما بتسأله ديانا انت مين بيعرفها ان رجالته بينادوه بألفا، وبيفهمها انه عاوز منها $1,000,000 عشان يحررهم. وهنا بيقول له المحافظ ان امريكا مش بتتفاوض مع ارهابيين، فبيعرفوا ألفا انه مش ارهابي وانه عاوز حقه بس. وبعدها بيضربوا طلقه بتيجي في نص راسه فبيقع ميت. وبعدها بيكون راي واخته بيتفرجوا على المباراه، ولما مارا بتقول لاخوها ان ابوهم اتاخر عليهم بيعرفها ان ابوهم انسان فاشل ومش بطل زي ميكا كروز قائد فريق السله اللي بيشجعه، عشان كده هو مش مهتم يكون معاهم ولا لا، وبيتمنى لو كان ابوه بطل زي ميكا كروز. وهنا بتسيبه اخته وبتقوم، فبيطلب منها اخوها انها ترجع لمكانها تاني، فبتعرفه انها تدخل الحمام وترجع تاني. ولما بتدخل الحمام بتشوف قدامها العصابه وبيضربوا في رجاله الامن، ولما بتحاول تهرب بيمسكها واحد من افراد العصابه وبيسال زميله اعمل فيها ايه، فبيطلب منه انه يقتلها لكنه بيرفض وبيفهمه انه مش هيقتل اطفال. فبيطلب منه زميله انه يوديها الالفا وهو يتصرف معاها. وفي نفس الوقت في جناح ديانا بيطلب منها الفا انها تحول له $1,000,000، فبتفهمه انها مش هتقدر تحول المبلغ الكبير ده من تليفونها، فبتطلب منها واحده من افراد العصابه انها تحوله ليها عن طريق حسابها في البنك الافتراضي وهي هتتصرف. وفي نفس الوقت بتتصل بيهم واحده من افراد العصابه وبتعرفهم انها ركبت كل القنابل على كل المخارج في المكان حسب الخطه. ولما بتنهي المكالمه بنشوف جنبها واحدة من أمن المكان مقتولة. ولما بيرجع فريمان لولاده ما بيلاقيش مارا، ولما بيسأل أخوها عليها بيقوله إنها في الحمام. وساعتها بيقدر فريمان عن طريق جهاز التتبع اللي موجود في الهوية اللي اداهولها إنه يعرف مكانها فين، فبيطلب من ابنه إنه ما يسيبش مكانه مهما حصل. وبعدها بيوصل فريمان للمكان اللي بنته فيه مع 2 من أفراد العصابة، فبينده عليها وساعتها بيعرفوا إن في جهاز تتبع في الهوية بتاعتها، فبياخد واحد منهم الهوية وبيدخل بيها لقاعة الجيم، والتاني بياخد معاه مارا وبيهرب. ولما بيمشي فريمان ورا الإشارة بيدخل للجيم، ووقتها بيشوف فرد العصابة اللي متنكر في لبس ضابط الأمن، فبيسأله على مكان بنته، فبيقول له إنه ما يعرفش عنها حاجة. وهنا بيدخل معاه فريمان في قتال وبيقدر إنه ياخد منه مسدسه وبيضرب منه نار ناحيته، لكن المسدس مش بيشتغل، وبيعرفوا المجرم إن المسدس ده بيشتغل بتقنية عالية وهو ما يقدرش يفهمها. وهنا بيسأله فريمان عن بنته مرة تانية، لكن المجرم بيرفض يقوله على مكانها، فبيدخل معاه في قتال شرس وبيقدر فريمان انه يقتله. وبعدها بيروح يدور على بنته، وفي نفس الوقت بتقدر مارا بحركة ذكية انها تهرب من الارهابي اللي خاطفها. وفي جناح ديانا بتأكد بيتا على الألفا انها قطعت كل اشارات الاتصال في الملعب، ومحدش من اللي موجودين فيه هيقدروا يتصلوا بحد ولا يتواصلوا على صفحات التواصل الاجتماعي. وكل ده حصل قبل الربع التاني من المباراة على حسب الخطة بتاعتهم. وقتها بتقدر ديانا انها تتعرف على الألفا وبتقوله انها عارفاه وانه كان ضابط في المخابرات المركزية الامريكية في وحدة مكافحة الارهاب واسمه جوبي ديفيس. وهنا بيتنرفز عليها جوبي وبيقول لها ان اللي هو بيعمله معاها دلوقتي
بسبب اللي هي عملته معاه هو وفريقه، وبيرفع عليها المسدس. فبيسألها ميلي انت عملت ايه في الراجل ده؟ فبتقول له انه خلط بين عيلة امريكية وعيلة ارهابي مسلم، وقتل العيلة الامريكية اللي كانوا اب وام واولادهم الصغيرين، وبتفهمه انها وكلت مجموعة من المحامين الكبار اللي قدروا يكشفوا تورطه في قتل الاسرة الامريكية لما جوبي هاجم بيتهم بشكل غير قانوني. وهنا بيتنرفز عليها جوبي وبيقول لها وارد جدا ان كل واحد يغلط في شغله، فبتعرفه ان الغلط ده اسرة كاملة ماتت بسببه. فبيرفع عليها مسدسه وبيقول لها ان مراته سابته والفريق اللي كان معاه في الشغل اتدمر، وهي السبب في كل ده، علشان كده لازم تدفع الثمن. وفي نفس الوقت لما بيقابل فريمان المهندس جاز زميله، بيقول له فريمان انه مستغرب لان كل الاتصالات اللي في المكان اتقطعت والتابات بتاعتهم كمان مش شغاله. ولما بيوصلوا لغرفه التحكم بيلاقوا هناك 2 لابسين لبس الامن هما ما يعرفهمش. ولما بيسالهم فريمان انتوا مين، بيرفعوا عليه مسدساتهم اللي بتكون من نفس نوعيه المسدس بتاع الراجل اللي لسه قتله. فبيعرف انهم تبعه، وبيجري فريمان هو وصاحبه من قدامهم، وبيقدروا انهم يدخلوا اوضه ويقفلوا عليهم. وساعتها بيسال فريمان جاز اذا كان في ممر امن يقدر يخرج منه ويدور على بنته. فبيقول له ان الطريق الشرقي هو امن طريق ممكن يمشي منه. وفي نفس الوقت بتكون مارا بتحاول تهرب من الارهابي اللي بيطاردها، لكنه بيقدر يلاقيها وبيهددها انه هيقتلها لو حاولت تهرب منه مره تانية. وبعد كده فريمان وجاز بيشوفوا بيتا وهي واقفه قدام بوكس الكهرباء. ولما بيسالها فريمان انت مين وفين شارة الهويه بتاعتك، بتقول له انها لسه شغاله جديد. وهنا بيقرب منها جاس وبيقول لفريمان سيبها لي انا هعرف اتعامل معاها، لكنها بتقدر تفقده الوعي بضربه واحده. وبتقرب من فريمان وبتقول له كان المفروض تموت مع زمايلك. وبيدخلوا مع بعض في قتال شرس، وبيقدر فريمان انه يتغلب عليها وبتتصاب بطلقه من مسدساتها في جنبها فبتقع على الارض. ولما بيسالها فريمان انت والعصابه اللي معاكي بتعملوا ايه هنا، بتضحك وبتقول له كلكم هتموتوا. وبعدها بتضرب نفسها بالنار وبتموت. فبياخد منها فريمان السماعات اللي في ودانها واللي بتتواصل بيها مع جوبي. وبعدها لما بيفتح فريمان بوكس الكهرباء بيلاقي جواه قنبله. فبيقول لجاس انها قنبله من نوع بينج بونج اللي بتنفجر عن بعد عن طريق ريموت او تليفون، وان تاثيرها محدود. وبيقدر فريمان انه يعطل القنبله، وبيقول لجاس ان قنبله واحده من النوع ده ممكن تقتل 100 واحد يكونوا موجودين حواليها من غير ما تاثر على المبنى. وهنا بيقول له جاس انهم لازم يهربوا، لكن فريمان بيقول له ان اكيد في قنبله زي دي عند كل مخرج. فبيعرفوا جاس ان المكان فيه اكتر من 100 مخرج وهو مش هيقدر ينقذ كل الناس لوحده. فبيقول له فريمان عشان كده انت هتساعدني. وبعدها بيطلعوا خريطه المبنى وبيحددوا مكان كل المخارج عليها. وبيطلع جاس 2 لاسلكي بيشتغلوا على موجه خاصه وبيدي واحد منهم لفريمان. وبعدها بيجيب عربيه صغيره مخصصه لتحركات مهندس الصيانه جوه المبنى وبيطلب منه يركب معاه عشان يقدروا يبطلوا مفعول اكبر عدد من القنابل في اقل وقت. وفي نفس الوقت في جناح ديانا بتحاول العمده انها تدافع عن ديانا، لكن جوبي بيتنرفز عليها وبيقول لها ان ديانا بتتحكم في كل حاجه بفلوسها، عشان كده هياخد منها الفلوس دي. وبيفهم ديانا ان اللي هو عاوزه لو ما تمش هيقتل العمده زي ما قتل المحافظ. ولما بيسأل بيت إذا كان التحويل تم ولا لأ، فبتقول له لسه. وبتفهمه إن التحويل في العالم الافتراضي بياخد وقت أطول. وهنا بيطلب ميلي من جوبي إنه يقتل ديانا ويسيبه. ووقتها بيطلب جوبي من ديانا إنها تقف وتختار مين فيهم يموت، ميلي ولا العمدة. وساعتها ميلي بيطلب منها إنها تقتل العمدة وبيقول لها إنه مش عاوز يموت. وهنا بيبتدي التحويل، فبيرجع جوبي ديانا مكانها وبيقول لها عرفت دلوقتي ان اختيار مين يموت ومين يعيش حاجه مش سهله. ولما بيتصل جوبي ببيتا عشان يسالها خلصت توصيل القنابل، بيرد عليه فريمان. ولما بيساله جوبي انت مين، بيعرفوا انه فرد الامن اللي هيخلص عليه هو ورجالته. واول ما بينهي جوبي الاتصال معاه بيتصل برجالته وبيطلب منهم يخلصوا عليه. وفي نفس الوقت بيدخل واحد من رجاله جوبي وهو معاه مارا. اما فريمان فبيكون مع جاس في العربيه وبيلفوا بيها في المكان، وبيبطل فريمان مفعول كل القنابل اللي بيلاقيها على مخارج الملعب. وفي جناح ديانا بيحاول جوبي يعرف من مارا اسمها، فبترفض تقول له. وبتطلب منه ديانا انه يسيب البنت الصغيره في حالها، فبيطلب منها انها تقعد مكانها. وبيقول لمارا انه عنده بنت في سنها وما خدتها وهربت وسابته. فبتقول له مارا معاهم حق انهم سابوك، وبتعرفه ان ابوها اكيد دلوقتي بيدور عليها وهيلاقيها. فبيرفع جوبي عليها المسدس وبيطلب منها تعرفه مين هو ابوها. وبعدها بيفكر فريمان ازاي يبلغ الناس كلها في نفس الوقت انهم يخرجوا من المخارج اللي هو امنها. ووقتها بيشوف شاشه العرض اللي بتتعرض عليها المباراه، فبيسال جاس عن المكان اللي بيتم التحكم منه في شاشه العرض. فبيوصف له جاس الطريق لغرفه التحكم، وبيقول له ان اللي بيتحكم في شاشه العرض واحد اسمه آل. ولما بيروح فريمان لغرفة التحكم بيوري آل قنبلة من القنابل اللي فككها، وبيطلب منه يخليه يوصل رسالة للناس على شاشة التحكم. وقبل ما ينفذ له اللي طلبه منه بيدخل 2 من أفراد العصابة لغرفة التحكم وبيقتلوا آل، لكن فريمان بيقدر يهرب منهم فبيخرج ال2 وراه.
وبيقدر فريمان إنه يهرب منهم مرة تانية. ووقتها بيقابل ديفلين رئيسه في الشغل وبيحكي له على اللي حصل. فبيتفاجئ إن ديفلين بيطلع مسدسه وبيهدده بيه وبيعرفه إنه هيموت زي بقية زمايله. وهنا بيدخل فريمان معاه في قتال عنيف وبيقدر إنه يخلص عليه. ولما بيكلم جوبي ديفلين في سماعات الاتصال بيرد عليه فريمان وبيعرفه إنه قتله لأنه خاين. وهنا بيخليه جوبي يسمع صوت بنته وبيعرفه إنه هيقتلها لو ما سابهوش ينفذ اللي هو عايزه. ولما بيسأله فريمان أنت فين بيعرفه إنه في أحسن مكان ممكن يشوف منه المباراة. وبعدها بيعرف جوبي إن ابن فريمان موجود في المدرجات، فبيطلب من واحد من رجالته إنه يجيبهوله. ولما بيروح للولد وبيعرفه إنه بيشتغل مع أبوه وبيقوله إن أبوه عاوزه، بيرفض راي يروح معاه وبيقول له ان ابوه طلب منه ما يسيبش مكانه ابدا. وبعدها بيظهر فريمان في الملعب فبيطاردوا رجاله جوبي. ولما بيخرج بره الملعب بيخرجوا وراه وبيدخل معاهم في قتال شرس وبيخلص على 2 منهم. وقبل ما يقتل التالت بيعرف منه ان جوبي واخد بنته رهينه في جناح ديانا. فبيروح فريمان للاوضه اللي فيها جاس وبيحكي له على اللي حصل. وبعد ما بيراجع مع جاس الخريطه بيقول له فريمان انه لازم يستخدم عنصر المفاجاه عشان يقدر يتغلب على جوبي واللي معاه. فبيديله جاس حبل ومدفع ملابس وبيشاور له على المكان اللي هيدخل منه. اما جوبي فبعد ما بيتاكد ان الفلوس وصلت له بيفهم ديانا انه مش هيقدر يخرج من الملعب غير لما يقتل كل اللي موجودين فيه. وفي نفس الوقت بيكتشف جاس ان في قنبله لسه ما اتفككتش، فبيحاول انه يفككها وبينجح في انه يقطع السلك بتاعها. وبعد كده بيقتحم فريمان جناح ديانا من الشباك الازاز اللي على الملعب وهو في ايده مدفع الملابس البدائي وبيضرب منه طلقه عباره عن ازازه كنز بتيجي في راس بيت فبيغمى عليها. وبعدها بيتهاجم عليه اخر واحد من رجاله جوبي وبيقدر فريمان انه يتغلب عليه وبيرميه من الشباك. وفي نفس اللحظه بيجري جاس ناحيه صندوق القمامه وبيحط فيه القنبله اللي اول ما جوبي بيدوس على الزرار اللي المفروض انه هيفجر القنابل كلها بتنفجر القنبله اللي جوه باسكت القمامه. وساعتها بيحس الجمهور اللي في الملعب باثار القنبله فبيخرجوا جري من الملعب. اما جوبي فبيبقى هيتجنن لان القنابل ما انفجرتش وبياخد بنت فريمان رهينه وبيهرب بيها وبيطلع فريمان وراه لحد ما بيوصلوا لدعامات تجديد الملعب اللي متعلقه في السقف. وبيكتشف فريمان ان جوبي مثبت كيس جواه قنبله على دراع بنته. وبعدها بيرفع جوبي عليه مسدسه وبيضرب نار على فريمان لكن الطلقات ما بتجيش فيه لان المسدس مداه قصير. فبيرمي المسدس وبيقدر انه يرشق الخنجر اللي معاه في رجل فريمان. ووقتها بتضربه مره ضربه قويه فبيرميها من فوق السور. وهنا ابوها بيمسك ايديها قبل ما تقع. ولما بيحاول جوبي انه يهاجمهم مره تانية بيتضرب عليه نار من ديانا. وفي الوقت ده بيقدر فريمان انه يشد بنته وينقذها وبيخرج الخنجر من رجله وبيقطع بيه الكيس اللي فيه القنبله اللي موجود حوالين دراع بنته. وبعدها بيهاجم جوبي وبيرشق الخنجر في دراعه وبيجرحه. وبعد كده بيطلع الخنجر وبيثبت بيه القنبله في صدر جوبي وبيضربه برجله ضربه قويه بتوقعه من فوق السور. ووقتها بتنفجر القنبله وبتقتله. وبعد كده بينزل فريمان وبنته وبيقابلوا راي اللي بيكون شاف كل اللي حصل من الملعب وبيقول لابوه انه بطله المفضل. وبعدها بتوصل الام وبياخدوا فريمان على المستشفى بعد ما انقذ ديانا وكل الناس اللي كانوا في الملعب. ومن هنا بينتهي فيلمنا النهارده. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل ملخصاتنا الجديده.